حجاج. حجاج. سلطان، انت عرفت مكاني ازاي؟ نبيلة جات لي وقالت لي. يا اخي اللي يشوف البلد دي من فوق زي اللي يشوفها من تحت. غير اللي يشوفها من تحت. لا، زي انا لسه جاي من فوق، والله ما فارقه. انت فايق ورايق يا دكتور. صحيح، هو انت مش دخلتك النهارده؟ اوعى تكون الخيبه زارتك يا دكتور. بمعنى؟ تبقى زارتك يا دكتور. يلا، كل واحد بياخد نصيبه. مفيش مشكله في الدنيا ملهاش حل. اصلك يعني ايه اللي يخلي واحد يسيب مراته في يوم زي ده؟ عشان انت متضايق. ما انا متخلاش عن حد وقف جنبي ابدا. ما بالك بقى لو الحد ده اخوي اللي ظهر لي مره واحده كده، ما اعرفش ليه، مع ان الدنيا كانت ماشيه حلوه حلوه قوي. يعني انت سبت مراتك ليله دخلتك عشان انا متضايق؟ لو افهم ودنين يشيلوها اتنين. بس انا بشيلها لوحدي كده عادي. امشي طيب. لا خلاص خلاص، خليك. ربنا يخليك ليا يا اخويا وما تحرم منك ابدا. ده انت عملت سجاره تخلي القطر يقول انا توربيني. لا، انا نوعيه الجمل دي انا مش مستعد لها الليله دي خالص. طب امسك امسك. ماشي. قول لي بقى عملت ايه النهارده؟ احكي عادي ولا عيب؟ بس من غير تفاصيل، بيوت اسرار. تقدر تقول كده سبت نفسي للموجة. اتاري الدنيا دي فيها حاجات كتيرة حلوة قوي يا حاجو. ايه حجه دي؟ مفيش راجل بيدلع راجل. لزوم الفككان مش هدلعك تاني، خلاص خلاص. ده كئيب. هو انت مش ناوي تحكي لي موضوع ابويا ده؟ هقول لك، بس في اوان. مش في اوان. مش في اوان. ده انسب زمان ومكان تحكي لي فيه موضوع ابوك. هقول لك، ابوك كان تاجر مخدرات كبير، كبير قوي. كانت خطوته بترج الارض وترعش الترابيزات. ده كان وحش بقى. واكتر من كده كمان. جوز ام الله يرحمها المعلمه سيده. كان جواز صالونات، صفقه يعني عشان المصالح تمشي. لحد ما انا جيت الدنيا وشاف الست الوالده امي الله يرحمها. حبها وفضل مدبقها فتره وعرف عنها حاجات كتير. بس عرف كمان انها مستحيل تتجوز تاجر مخدرات. فزي ما تقول كده كان عايش بروحين. بس كان ضميره مأنبه من ناحيتك قوي. كده عشان بيتاجر في المخدرات؟ لا، عشان طري. كان نفسه تطلع ناشف زي العبد لله. بس الدنيا جت عليه قوي قبل ما يموت الله يرحمه. ابوك اتذل قوي يا سلطان، وانا كان لازم انقذه. اتجوزت اللي اسمها عفاف دي، صح؟ هو ده اللي حصل. هو كان ناوي يصارحك قبل ما يموت، بس النصيب بقى وساب لنا الوصيه. انك تنشفت؟ ايوه، بس انا كنت جنبه قبل ما يموت. لا 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 لا، خلاص. مش لازم يبقى في استفزاز. خلاص. ربنا يخليك ليا يا اخويا وما يحرمني منك ابدا. طب ايه بقى؟ مش هتناول؟ انا شايفك طبقت قوي. بكره عندي 3 خزن، وانا بصراحه واخد عهد على نفسي ما اخدش اكتر من 3 في اليوم. ليه هو مضاد حيوي؟ يعني لو خدت اكتر من 3 هتسخن؟ طب بعد بكره؟ بعد بكره برضه لا. بص يا معلم، انا معايا 8 ايام مش فاضي فيهم خالص. بس
استنى استنى. اليوم الخامس ده انا معايا سفريه لحد راس البر. خزنه واحده، انا في الاقاليم ما باخدش غير هي خزنه واحده بس. اخلصها واجي لكم صد رد. ده بيقول لك راس البر ايه؟ نشوف حد غيره؟ ما انت شفت قبل كده يا فالح ومحدش عارف يفتح. ها، ابات في راس البر ولا اجيب مشبك واجي لكم؟ عارف اول يوم جواز ده عامل زي ايه؟ زي ايه؟ زي اول يوم في المدرسه. انت بتعايرني يا ابن ابويا؟ لا والله يعني مش قصدي يعني عشان انت مش متعلم. انت بتكررها؟ لا انت كده مش سايبني اتكلم براحتي. انا همشي. خلاص خلاص خلاص، اتكلم زي ما انت عاوز. خلاص. مش هتقاطعني تاني ها؟ لا مش هقطع. بقول لك ان اول يوم جواز ده عامل زي اول يوم في المدرسه. بتبقى رايح خايف ومطاطي راسك في الارض وماشي تتفرج بس لحد ما تيجي الفسحه، وساعتها بقى بتلاقي نفسك اندمجت، وهنا بقى بتكتشف الحقيقه الوحيده. ليه ايه؟ ان الدنيا دي عباره عن ضحك وجد ولعب وحب. ايوه كده يا دكتور، فرفش فرفش. حجاج، ايه؟ انا هعمل لك سيجاره لا ليها شبيه ولا ليها زي. سيجاره لا هتضايقك ولا هتضايقني. وهتعمل كده ليه؟ عشان مش عايز اشوفك مكشر. ربنا يخليك ليا يا اخويا وما يحرمني منك ابدا. طب ما تشغل لنا بقى اي حاجه كده لزوم القعده الحلوه دي. عينيا. وسته بس بسكله بس سته بس بسكله بس بوسه بالسم والسكر والعسل سته. ايه اللي حصل يا سلطان؟ مش عارف اقول لك ايه.